يعني ايه متوسط، ونراجع مراجعه بسيطه على درس المتوسطات. لو انا عندي مثلث اسمه ABC وعايز اعمل متوسط فيه، المتوسط تعريفه قلنا بيطلع من اي رأس من رؤوس المثلث. اي رأس من رؤوس المثلث تقدر تطلع منها متوسط، فممكن اطلع متوسط من زاويه ايه، بس بشرط لازم لما ينزل المتوسط ينزل على منتصف الضلع المقابل. يعني كده الاي دي اسمه متوسط، لماذا؟ لانه نزل على نص الضلع سي بي، الدي في المنتصف. فبتروح حضرتك لما تعوز تقول لي في البرهان ان الاي دي متوسط بتكتب كده: بما ان دي منتصف سي بي. بما ان دي منتصف سي بي، اذا الاي دي متوسط. لما بتعوز تعرفني ان انت عايز تقول ان الاي دي متوسط بتكتب البرهان بالطريقه دي. طب ما كده يا مستر انا ممكن اعمل متوسط كمان اهو، يطلع من الزاويه سي يروح لمنتصف الضلع المقابل اي بي، صح؟ نسموه مثلا سي ال. سي ال متوسط، ايوه متوسط برضه. ليه؟ طلع من راس من رؤوس المثلث راح لنص الضلع المقابل لهذا الراس. وممكن اعمل من البي برضه متوسط، سميه مثلا بي كي. لو تلاحظ حاجه مهمه، المتوسطات كلها بتتلاقى في نقطه واحده اسمها نقطه ام. يبقى نقطه ام دي اسمها نقطه تلاقي المتوسطات، نقطه تلاقي المتوسطات. النقطة دي بقى مبني عليها الدرس كله، ايه اللي عليها حوار الدرس كله. طيب الأول يا مستر أنا عايز أفهم سؤال. أنا ملاحظ هنا إن أنت ما قلتليش إن الكي في المنتصف، فأنت عرفت منين إن البي كي ده متوسط؟ أقول لك لا، ما أنت عندك أول نظرية عندك في الدرس إن متوسطات المثلث تتقابل جميعها في نقطة واحدة. المتوسطات المثلث الثلاثة كلهم بيتقابلوا في نقطة واحدة. فأنت لو عرفت إن الإي دي متوسط والسي ال متوسط، الاثنين يتقابلوا في نقطة ام. بالتالي لو أنت عملت قطعة مستقيمة عدت على نفس النقطة، متوسط هي كمان، حتى لو ما حطيتش علامات التنصيف دي. فالبي كي متوسط ليه؟ مش عشان الكي في النص، لا، عشان البي كي عدت على نقطة تلاقي المتوسطات. فهمت انا كده. يعني انا اقدر هنا استنتج ان البي كي متوسط عشان عدت على النقطه ام، صحيح، فاستنتج ان الكي في النص. فاول نظريه عندك في الدرس بتقول لك ان متوسطات المثلث الثلاثه بتتقابل جميعها في نقطه واحده. طيب حلو. ايه بقى حكايه النقطه ام دي اللي هي نقطه تلاقي المتوسطات؟ بص يا سيدي، لما مسكنا المتوسط عشان ندرسه، تخيل معاك ان انا طلعت المتوسط اي دي ده بره الشكل، طلعته بره كده بالمنظر ده. ادي المتوسط اي دي وادي الام اهي. شايف الام فين؟ اهي. نعمل شويه دراسات على المتوسط ده كده. بص يا عم، المتوسط ده فيه كام حته؟ والله يا مستر انا شايف النقطه ام دي اسمى المتوسط، ولكن مش بالنص، بعيني باينه. الام دي صغيره، الاي ام كبيره. يعني الام مش في النص. يعني انا مثلا لو اديتك المتوسط ده كلته ب20، مفيش واحد عاقل هيقول لي الاي ام ب10 والام دي ب10. مفيش الكلام ده. الام مش في النص. طب يا مستر امال الام بتقسم المتوسط بنسبه كام لكام يعني؟ النقطه ام دي بقى بتقسم المتوسط بنسبه كام الى كام؟ قال لك والله يا عم الحاج بتقسم المتوسط بنسبه 1:2 من جهه القاعده، و2 ل1 من جهة الرأس. ايه حكاية من جهة الرأس ومن جهة القاعدة؟ قال لك لو انت عايز تقسمها وانت نازل من ناحية الرأس كده هتبقى بنسبة 2:1. يعني لو دي خدت حتة او خدت جزء، دي تاخد جزئين. مش فاهم برضه. بص يا عم، لو انا جيت اديتك المتوسط كلته طوله 15، طوله 15، الام دي يبقى طولها كام؟ والاي ام يبقى طولها كام؟ قال لك والله يا عم الحاج احنا نقسم ال15 على 3، ندي للام دي حته جزء وندي للاي ام حتتين جزئين. فلما تقسم ال15 على 3
انا ليه قسمت ال 15 على 3؟ لان دي بتاخد حته ودي حتتين، فكلهم على بعض 3 حتت، فكانك بتجيب قيمه الحته الواحده بقى. 15 على 3 فيها الخمسه، يبقى الام دي طولها 5. طب والاي ام ضعفها 10، يبقى انت كده جزأت ال 15. طب واحده ثانيه، لو انا يا مستر جيت اديتك المتوسط كله طوله 24، كل المتوسط طوله 24، ازاي تقسمها؟ اقسم ال 24 على 3، دي 8 ودي ضعفها 16. حلو الكلام. يبقى نقطة تلاقي المتوسطات، نقطة تلاقي المتوسطات تقسم كل منها بنسبة نقط إلى نقط. بص 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 بص، من جهة الرأس. هي كانت 1 ل2 ولا 2 ل1؟ وهتقعد بقى تتلخبط. لا بص، من جهة الرأس يبقى من الرأس من فوق وانا نازل كده، تقابل مين الأول؟ ال2 وبعدين ال1، يبقى 2 إلى 1. وعشان ما تنساهاش بنقولها كده بحتة مضحكة شوية، من جهة الرأس، الرأس فوق اهي، وانت نازل من جهة الرأس بتقابل العينين الأول، صح؟ 2 وبعدين المناخير، يبقى 2 ل1، 2 ل1 وانا جاي من جهة الرأس 2 ل1. الحاجات دي طبعا بتبقى بصمجة ولكن مش بتنساها. طب من جهة القاعدة بقى، من جهة القاعدة وانا طالع من تحت، من جهة القاعدة 1 ل2، تقابل الواحد الأول وبعدين ال2، 1 ل2. طيب ماشي، يبقى انا لو قلت لك من جهة الرأس 2 ل1، طب لو كتبت لك من جهة القاعدة، ساعتها تقول لي 1 إلى 2. يبقى نقطة تلاقي المتوسطات بتقسم كل منها بنسبة 1 ل2 من جهة القاعدة، 2 ل1 من جهة الرأس. طب أحيانا بقى السؤال ما بيجيش كده، بيجي كيف يعني؟ بص يا عم، يقول لك إيه؟ نقطة تلاقي المتوسطات، نقطة تلاقي المتوسطات، وتقسم كل منها بنسبة نقط إلى 10، ويقوم جاي يكتب لك هنا إيه؟ من جهة الرأس. ماذا أفعل؟ What should I do؟ ماذا أفعل في هذا؟ نقطة تلاقي المتوسطات تقسم كل منها بنسبة 10 إلى كم من جهة الرأس؟ صح معايا، أنا جاي من جهة الرأس، صح؟ أدي المتوسط أهو، وأدي الإم أهي، وأدي الرأس أهي، وأدي القاعدة أهي. أنا جاي من جهة الرأس، فهو بيقول لك وأنت نازل من جهة الرأس 10 لكام؟ قابلت ال10 الأول، يبقى دي كام؟ 5، نصها 10 ل5. لازم الرقم الكبير يبقى هو ناحية الرأس، 10 ل5. طيب لو كانت 10 إلى نقط بس جيت قلت لك من جهة القاعدة، ماذا تفعل يا عم؟ من جهة القاعدة لا كده الموضوع يختلف بقى. من جهة القاعدة يبقى أنا طالع من ناحية القاعدة، 10 لكام بقى؟ هقابل ال10 الأول، بعديها كام؟ 10 ل20، دي ضعفها على طول، يبقى 10 إلى 20. أنا ملاحظ يا مستر إن الرقم الصغير بيبقى هو اللي ناحية القاعدة، الرقم الكبير هو اللي ناحية الرأس. يعني أنا لو قلت لك 40 لكام ورحت اكتب لك هنا من جهة الرأس، ال40 هي الكبيرة، يبقى لازم دي تبقى 20، يبقى الرأس اللي جنبها الكبير. إنما لو قلت لك 40 لكام من جهة القاعدة، 40 من ناحية القاعدة، القاعدة بيبقى جنبها الصغير، يبقى هنا هو الكبير. 40 ل80 وصلت كده؟ يبقى الرأس جنبها الرقم الكبير بعيد عنها الصغير، إنما القاعدة جنبها الرقم الصغير بعيد عنها الرقم الكبير. طيب ماشي، الأرقام سهلة، ولكن يا مستر بقى بالحروف صعبة. معلش أنا الحتة دي مهمة فلازم أشرحها بالتفصيل. بالحروف صعبة يا مستر، أنت كده بقى تقصد تقول لي إيه؟ تقصد تقول لي إن ال AM الحتة دي ضعف ال MD، صح كده؟ يعني تساوي قد إيه من ال MD؟ ضعفها يعني 2، يبقى ال AM تساوي 2 MD، ضعف ال MD. طب لو ال MD تعتبر بتساوي قد إيه من ال AM؟ لا نصها،
الام دي نص الاي ام، انما الاي ام ضعف الام دي. يبقى انت دلوقتي في المتوسط لو قارنت حته بحته، الحته الكبيره بالحته الصغيره ضعفها، الحته الكبيره بتساوي الضعف الصغيره. طب الصغيره بالكبيره؟ لا، الصغيره نص الكبيره. الام دي نص الاي ام، ده لو قارنت حته بحته، ودي اغلبكم عارفينها. طب تعالى بقى لو قارنت حته بالمتوسط كله، ايه اللي بتحصل فيها؟ لخبطه. وانت جيت قلت لي دلوقتي ان لو انا معايا المتوسط كلته طوله مثلا 9، بقسمه ازاي؟ قلنا والله بنقسمه على 3، دي تاخد جزء ودي جزئين، 9 على 3 فيها 3، صح كده؟ يبقى الام دي تاخد 3، والاي ام الضعف 6. لو تلاحظ الام دي قد ايه من المتوسط كله؟ المتوسط كله 9، والام دي 3، تلته. الام دي تساوي تلت المتوسط كله، تلت الاي دي. لو الاي دي ب9 مش هنقسمناها على 3؟ اللي اسمها على 3 هي الضرب في تلت، يبقى الام دي تلت الاي دي. طب الاي ام قد ايه من المتوسط كله؟ تلتينه، تلتين الاي دي. يا الله، يبقى انا كده الحته دي ملخصها ايه؟ لو انت بتقارن حته بحته هتستخدم يا اما نص يا اما ضعف. لو بتقارن اجزاء جزء بجزء، يا نص يا ضعف. لو قارنت الكبير بالصغير ضعف. طب قارنت الصغير بالكبير نصه. انما بقى لو بتقارن جزء بكل، جزء بكل، يا هتستخدم يا تلت يا تلتين، يا هتستخدم يا تلت يا تلتين. لو بتقارن الحته الصغيره يبقى تلت، تلت المتوسط كله. انما لو بتتكلم على الحته الكبيره اي ام يبقى تلتين المتوسط كله. ده ملخص شرح حته المتوسطات. اوكي، تعال بقى نرجع نشوف المسائل. يا الله، كل الهري ده؟ نعم. بص، مفيش اي امتحان يخلو من هذه الجزئيه. بسم الله، توكلنا على الله. عدد متوسطات المثلث، يا سلام عليك، 3 طبعا. نقطة تقاطع متوسطات المثلث تقسم كل منها بنسبة الله. لسه واخدينها حالا اهو. كم لكم من جهة القاعدة؟ نسيت. أنا أعتبر نفسي نسيت. من جهة القاعدة يبقى أنا طالع 1 ل2. طيب، يبقى 1 ل2 أهي. نقطة تقاطع متوسطات المثلث تقسم كل منها بنسبة هوب 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 10 لكم من جهة الإيه؟ الرأس. يبقى 10 ل5. لسه قايل لي يا مستر لازم ال10 تبقى هي الكبيرة طالما قريبة من الرأس، يبقى 10 ل5. نسيت في الامتحان، تقوم رايح حضرتك على جنب كده راسم المتوسط، قال لي نفسك أنا جاي من جهة الرأس يبقى نازل من فوق. قابلت يمين الأول ال10، يبقى اللي تحت كام؟ نصها 5، يبقى 10 ل5. نكمل. بيقول لي إذا كان AD متوسط في المثلث ABC، AD متوسط، M نقطة تقاطع متوسطاته، فإن ال AM هو كده بيتكلم عن الحتة الكبيرة ولا الصغيرة؟ ال AM الحتة الكبيرة بتساوي قد إيه من ال AD؟ ده كده يا مستر بص، دي المتوسط AD أهو، ده المتوسط AD وأدي ال M. هو كده يا مستر بيقارن حتة AM ب AD، بيقارن حته بكله، وطالما حته بكله يبقى تلت يا تلتين. قلناها لو قارنا جزء بكل هستخدم يا تلت يا تلتين. طيب ما هو الاي ام قد ايه من المتوسط كله؟ بتاخد جزئين، دي تلتين المتوسط كله، يبقى الاي ام تلتين المتوسط كله. اللي بعده، اذا كان اي دي متوسط في المثلث اي بي سي. طيب اهو مرسوم هناك اهو، مش راسمين حاجه ثانيه. اي دي متوسط وادي الام، طول المتوسط كلته 12 سم، كله ب 12. ام نقطة تقاطع متوسطاته، فإن الام دي طولها كام؟ عايز الحتة الصغيرة. لعب عيال يا مستر. 12 اقسمها على 3 تديني 4، يبقى الحتة الصغيرة ب4 والحتة الكبيرة ب8. رقم 32. رقم 32 دي بقى يا معلم،
بيقول لك ايه، بص ربطها لك عشان تشوف اهو. في الشكل المقابل عايز محيط المثلث AMD. ستوب. الحصه اللي فاتت قلنا اي مساله يطلب منك المحيط لازم يبقى معاك اضلاع الشكل كله. انا عايز محيط العفريت، يبقى لازم يبقى معاك كل اضلاع العفريت عشان اجيب محيطه. عايز محيط الحيطه دي، يبقى لازم يبقى معايا اضلاعها عشان اعرف اجيب محيطها. يبقى انا عايز محيط المثلث AMD. فين هو ده AMD؟ تعال نشوفه كده اهو. يبقى لازم يبقى معايا الAM والMD والAD عشان اجمعهم الثلاثه. مظبوط الكلام ده. يبقى احنا هنعمل ايه بقى عشان نجيبهم؟ تعال نفكر نشوف المساله فيها ايه. لقيته في المساله مديني الAB كلها ب10 اهو، ومتقسمه نصين 5 و5. يا فرج الله، جبنا دي ب5، جبنا الAD ب5، اول ضلع جبناه. طيب نكمل يا عم. مستر سؤال بقى مستر، هو الAE ده متوسط ولا لا؟ والله انت اللي هتعرف مش انا. هي الإي في النص اهي، في النص. ايوه، طالما الإي في النص يبقى ده ايه يا باشا؟ متوسط. طب متوسط الحته الصغيره ب3، يبقى الحته الكبيره بكام؟ ضعفها 6. سلام عليك، سلام عليك معلم. 6 سم. جبنا الضلع الثاني. طب يا مستر CM ب8، الحته الكبيره ب8 يبقى الحته الصغيره 4. يا لعيب، نصها 8 نصها 4. يبقى انت حضرتك دلوقتي عشان تجيب المحيط 6 زائد 4 زائد 5 تديك 15 سم. الحمد لله.